ازيكم حبايبي؟ ايه الاخبار؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. واول روتين لينا في رمضان روتين خفيف كده وبس كله نشاط برضو على قد صيامنا كده. وهنعمل مع بعض احلى فطار ان شاء الله يعجبكم الفيديو. اول حاجة كده هبدأ بالانتريه. هو اصلا الوحيد يعني في الشقة اللي هو ايه مش متظبط، عاوز يتمسح لان هو اللي ورا باب الشقة على طول، فكل اللي داخل واللي طالع بيدخل عليه. وكمان الولاد زي ما انتم شايفين مش مخلين ولا مخدة على الكرسي، على الكرسي بتاعها يعني. وكمان هشيل السجادة كده وهمسح وانضف السيراميك. شوف، وهنا بقى هحط الفواحة، هحط الفيشة بتاعتها واشغلها. بصوا انا بشغلها ازاي. هي النظام بتاعها زي ساقية كده، بحط فيها المعطر واحط فيها مية، واول ما احط الفيشه بتاعتها بتشتغل والساقيه بتلف كده، فالمعطر بيفضل يطلع من الساقيه ويعمل رغاوي كده ويطلع يملى الشقه كلها، بتبقى ريحتها تحفه. فانا بشغلها كده من اول ما ابتدي انضف عشان تلحق بقى ايه تملى المعطر كله، يملى المكان كله. هجيب بقى المكنسه، هكنس السجاده الاول وبعدين المها كده وهي في الارض. انا مش هشيلها وارفع واقعد انفض وكده، انا وهي في الارض كده هنضف تحتها. فهكنسها بقى هي الاول. وعايزاكم تقولوا لي بقى، هل انتوا بتحتاروا فعلا انكم هتعملوا فطار ايه كل يوم، ولا انتوا عاملين منيو محددين مثلا كل يوم هيبقى فطار ايه؟ قولوا لي كده، قولوا لي. طب ادوني افكار في حتى في الكومنتس كده، اكتبوا لي تحت انتوا بتعملوا فطار ايه كل يوم. بتبقوا مثلا إيه خلصتوا يوم مثلا رابع يوم رمضان مثلا بتكتبوا ورقة خامس يوم بكرة هتعملوا ايه، ولا انتوا من اول الشهر كاتبين ورقة بالمنيو بتاع الشهر كله؟ انتوا عاملين ايه؟ انا هقول لكم الفكرة بتاعتي. يعني انا مثلا باجي مثلا اول يوم رمضان فطرنا كذا كذا كذا، تاني يوم رمضان ببقى مفكرة في دماغي بس مش لازم اكتبه في ورقة ان انا هعمل كذا كذا كذا. ولو في حاجة هتتبل من قبلها بيوم بطلعها وقبل ما انام بتبلها واحطها علشان تاني يوم اقوم اعملها. مثلا هعمل صينية رقاق، بجهز للرقاق، بطلع مثلا اللحمة المفرومة اعصجها، اعمل كده، ببقى عاملة تحضيرات اليوم اللي بعده. هل انتوا زي كده ولا انتوا حاطين منيو ومجهزين المنيو بقى من اول رمضان وكده؟ وانهي الاريح؟ ولا هو كل واحد على حسب النظام بتاعه؟ يعني مثلا حد بيشتغل، حد قاعد في البيت، انهي الاريح ان هو يعمل منيو لرمضان كله او لاسبوع اسبوع او ليوم يوم؟ قولولي كده ايه اللي انتوا يعني بيريحكوا اكتر. وهل انتوا بقى لما بتيجوا تعملوا مثلا منيو في دماغكم ليوم او لاسبوع او لاي حاجة، هل ممكن تغيروه ولا هو المنيو لازم يبقى ثابت هو اللي انتوا قلتوه؟ يعني انا مثلا ممكن اكون حاطه في دماغي ان انا هعمل اكل كذا 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 بكره، فييجوا الولاد مثلا واحنا بنتسحر يقولوا لا يا ماما احنا عايزين نعمل مثلا كذا 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 غير اللي انا كنت عايزه اعمله، فطبعا المنيو كده بيتغير. فهل ده عندكم؟ وعلى فكره ده من ضمن الاسباب اللي بيخليني ان انا ما اعملش منيو من اول رمضان. بص انا هقول لكم انا بعمل ايه. انا بعمل منيو في دماغي او بكتبه على ورقه اوقات كده واحطه في دماغي واقول كذا كذا كذا، ده يوم كذا، ده يوم كذا، ده يوم كذا، ده يوم كذا. بس لازم باخد رأي الولاد، عايزين تاكلوا ده او ده او ده، انا هعمل كذا كذا كذا. اوقات بيقولوا اوكي واوقات بيبقى لا، فالمنيو برجع اغيره تاني وابدل، احط حاجة مكان حاجة. هل انتوا زي كده ولا المنيو اللي بتحطوه بيبقى ثابت خلاص محدش له رأي ومحدش يقدر يغيره؟ الاسبوع اللي عدى في رمضان ده كله انا كنت حاطه منيو بس غيرت كده حوالي 3 ايام، لان كل ما اخد راي الولاد في حاجه، لا يا ماما لا حط لنا كذا مع كذا، حطي كذا مع كذا. فهل الواحد بقى يريح دماغه اصلا وهو قاعد يكتب المنيو يقعدهم معاه، ولا يخليها ماشيه كده زي ما هي ان هو مثلا حاطط منيو فياخد رايهم ولو غيروا حاجه مش مشكله؟ انتوا قولولي كده بتعملوا ايه.
ومثلا اقتراحات مثلا اكل يليق ايه مع اكل تاني عشان ابقى عارفة اعمل ايه مع ايه. هنا بقى دخلت المطبخ هسلق اللحمة. انا بحط المية تغلي الاول من غير اي حاجة، وبعدين بنزل اللحمة زي ما انتوا شايفين كده، واول ما تغلي غلوة كده وتطلع الريم بتاعها على الوش بشيل الريم زي ما انتوا شايفين كده. لازم تشيل الريم عشان لو في اي شوائب اي حاجة من اللحمة مكان ايد اي حد بتطلع في الريم ده. وانا كده كده ببقى شاطفة اللحمة، ما ينفعش اجيب اللحمة من عند الجزار واحطها في الحلة، لازم باخدها اشطفها. وبعد بقى ما بشيل الريم بحط ورق لورا، بحط حبهان، بحط قرنفل، كل ده صحيح من غير مش مطحون. بحط بصل زي ما انتوا شايفين، جزرايه لو عندي جزرايه، لو عندي طماطمايه بحط في الشوربه. واول ما تغلي غلوه كده بروح موطيه عليها النار خالص واسيبها تستوي براحتها. هنا بقى حطيت الطماطم في طبق زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليها ميه مغليه من الكتل عشان اقشرها واعصرها، وحطيت بصلايه في الكبه. هنعمل بصله جدا جدا. يا ترى هطبخ ايه؟ فطار النهارده يبقى ايه بقى؟ فكروا لغايه ما ايه ما اقشر الطماطم. هنا بعد ما يعدي مثلا 5 دقايق 6 دقايق كده على الطماطم في الميه السخنه بتاخديها بتقشريها، وفي نفس الكبه اللي انت عملتي فيها البصل قطعي فيها الطماطم واعصريها. عايزه تعصريها في الخلاط اعصريها براحتك. انا يعني مش هقعد اوسخ الكبه واوسخ الخلاط، فالاتنين ايه يتوسخوا في وقت واحد، فما هي الكبه هتقضي الغرض يعني. باخد بقى البصل اللي انا نعمته في الكبه واحطه كده في حله، في صينيه، في ووك، اي حاجه، واحط عليه ماده دهنيه واتبله، يعني اخليه يدبل، مش اتبله ادبله، خليه يدبل. بصوا كده بعد ما دبل، انا مش عايزاه ياخد لون، انا عايزاه يدبل بس. بعد ما دبل كده بحط عليه عصير الطماطم اللي انا عصرته واقلبها، واحط معاه فلفل اخضر، لو عايزه فلفل حامي حطي، ده فلفل رومي. يا ترى لسه هعمل ايه؟ انا هعمل باميه يا جماعه، هعمل باميه، طاجن باميه. عشان كده انا حطيت في طاسه، واول ما تتسبك الطماطم كده بحط فلفل اسود واحط ملح. النهارده انا ما حطيتش توم في الباميه علشان اللي عنده مشاكل في القولون عندنا ما يتعبش. لكن انتي لو حابه تحطي لها توم حطي فص توم كده يتحمر مع البصله في الاول. هنا بقى بحط الباميه اهي اللي احنا مفرزينها مع بعض. لونها طبعا مش باين في الفيديو، هو لونها الاخضر مش باين في الفيديو، بس انا بقى بعد ما الطماطم بتتسبك واحط لها فلفل اسود والفلفل الاخضر اهي لونها ابتدى يبان اهي لما التلج راح من عليها. بصوا لونها اخضر وتحفه ازاي. بصوا كده هحط عليها الشوربه، واول ما تغلي هنقلها في الطاجن واحطها في الفرن. لو انت عايزه كمان طريقه حلوه للباميه، لو بتحبي تحطي لها توم شوحيها مع التوم في الاول، وبعدين حطيها بقى على الطماطم والبصل اللي تسبكوا، يعني في حله لوحدها كده وشوحيها مع فص التوم، بيديها طعم حلو قوي. يعني الحركه دي مع التشويحه دي بتديها طعم خطير. هنا بقى خلاص اول ما تغلي اهو جبت الطاجن بتاعي، طاجن بايركس، طاجن فخار، صينيه عاديه، اي حاجه، وبدخلها بقى الفرن. بصوا لون الشوربه تحفه ازاي. هحطها بقى في الفرن ولما تستوي نشوفها ان شاء الله. اللحمه بقى هحطها عليها بس بعد شويه، لان اللحمه كان لسه يعني احنا بنحبها مستويه جامد، فكانت لسه ما استوتش، فبعد شويه كده هتكون استوت وهحطها في الطاجن. زودت الطاجن شويه وهحطه بقى في الفرن ونعمل الباقي بقى. بصوا هنا بقى بعد ما حطيته في الفرن شويه هطلعه ازوده حبه شوربه واحط عليه اللحمه اهو، وهدخله تاني الفرن يكمل سوا بقى مع اللحمه. نشوف هنعمل ايه بعد الباميه. كده في الوقت دوت كان باقي ساعه تقريبا على الفطار.
هحطه بقى في الفرن ونبدأ بقى في الرز. جبت الحلة، هحط بقى الشعرية، حطيت فيها مادة دهنية، اي مادة دهنية انت بتحبيها. انا بحط سمنة على زيت مع الرز عشان الزيت يفلفله كده. هحط معاه بقى الشعرية واقلب. انا هنا بقلب بتقليب خفيف كده عشان المعلقة ما تجرحش الحلة. واول ما الشعرية تاخد اللون الذهبي ده احط عليها الرز على طول مغسول ومتصفي، واقلبه تقليبه كده يتغلف بس بالسمنه مع السمنه والزيت مع الشعريه. وبحط الشوربه على طول. لو عايزه تحمريه خالص وتفلفليه زي الشعريه افضلي بقى قلبي فيه، بس انا عشان مفيش وقت فانا بس بغلفه كده بالسمنه. اول ما يتغلف انا مش بحمره عشان ما يطلعش واحده مستويه واحده مش مستويه، يعني يا تحمريه كله كامل يا اما تقلبيه كده على طول وتحطي عليه الشوربه. دي طريقه ودي طريقه. لو عندك وقت اقعدي حمري فيه وفلفليه لغايه ما يشخلل في الحله كده وبعدين حطي عليه الشوربه، او اعمليه بسرعه بقى حطي عليه الشوربه بسرعه كده من غير تحمير. تغطيه كده بالشوربه على قد عقل الصباع، او تشوفي الرز اللي انت بتستخدميه نوعه بيحتاج ايه، شوربه كتيره شوربه قليله زي ما انت متعوده في النوع بتاعك بتاع الرز. انا هنا بغطيه بس فوقيه كده قد عقلة صباع او عقلة ونص وبغطي عليه، واول ما يتشرب الشوربه بتاعته بوطي عليه خالص واسيبه بقى لحد ما يستوي. وهنعمل كمان حبه شوربه لسان عصفور. شوربه لازم شوربه في رمضان، بس في حاجات يعني في اكل انا بعمله ما بعملش معاه شوربه لسان عصفور ساعات كتير. لو في ملوخيه مثلا اغطيه بقى خلاص كده اتظبط، اغطيه واول ما يتشرب اوطي عليه. هنا بقى احمر مين؟ لسان العصفور. بصوا بقى الرز اتفلفل ازاي. احمر لسان العصفور وانا بحمره كده ايدي ما تسيبوش عشان مفيش واحده تاخد لون والتانية تبقى افتح منها، كله يبقى لون واحد. بصوا كلهم لون واحد وذهبي ازاي. احط عليهم بقى الشوربه، ولو عايزه لو انت بتستخدمي مرقه دجاج او حاجه وعايزه تحطي معاها حطي. انا هنا هحط شوربه بس. واول ما تستوي هنغرفها على طول. وبرضو انا اول ما بتغلي غلوتين كده بهدي عليها لحد ما يجي بقى ميعاد الفطار واغرفها. ومش بتشرب الشوربه ولا يعني ولا بتتخن ولا اي حاجه. هنا بقى هندخل على السلطه. جبنا الجرجير، نعمل بقى شويه سلطه بلدي مصري كده تحلي الاكل. من غيرها الاكل ملوش اي لازمه. كل اللي احنا عملناه ده ملوش اي لازمه من غير طبق السلطه. وكمان الخضار دلوقتي حلوة قوي في الشتاء فهتاكلوا احلى سلطة. الجرجير بيبقى تحفة والخس والكابيتشو في الشتاء بقى بيبقى اعلى قيمة واحلى، بيبقى فريش كده بتحسوا حتى ان هو لو قعد عندكم برضو بيفضل فريش الايام كتير. هعمل بقى جرجير وخيار وطماطم وجبنة بقى بوريكم جبنة طبق جديد فنانيسو عشان رمضان. وهعمل برضو كابيتشو وخس بلدي. هحط فيها كل حاجة عندي خضروات للسلطة هحطها الا البصل عشان ولادي ما بياكلوش البصل في السلطة. في فريق بياكل وفريق لا. بعد كده بقى ان شاء الله بعد ما نخلص السلطة هتكون المغرب أذن. هنفطر على بلحاية كده، واللي عاوز يشرب عصير تمر او العصير الموجود يعني. وبعد كده هنروح نصلي ونيجي نغرف الاكل. قولولي بقى انتوا بتفطروا الاول ولا بتصلوا الاول؟ عشان في ناس بتختلف، يعني في ناس تقول اول ما المغرب تأذن يقعدوا وياكلوا الاول وبعدين يقوموا يصلوا، وفي ناس لا تحط الاكل وكل حاجة بس بيصلوا الاول. انتوا بتعملوا ايه؟
في ناس كمان مش بتصلي في البيت، ده كمان في ناس بتروح المسجد، يعني بيروحوا يصلوا المغرب في المسجد وبعدين يرجعوا يفطروا. وانا بصراحة بحب النظام اللي احنا ماشيين عليه في البيت ده، اللي هو يعني نفطر على تمراية حبة عصير ايا كان العصير المعمول، ونروح نصلي وبعد كده بنيجي نغرف الاكل، بتكون معدتنا بس يعني اتحركت شوية كده من العصير والبلح، وبعد كده بنروح نفطر عادي يعني. واحنا من النوع اللي بيحب الاكل سخن قوي، يعني ما ينفعش ابقى غارفه الاكل ويعدي عليه نص ساعه وهو محطوط على السفره، او يعدي عليه وقت ويبرد ما يعرفوش ياكلوه، لازم هقوم اسخنه تاني، مش عارفه. لكن انا بغرف الاكل سخن عشان احنا بنحب الاكل سخن على طول. اهو بصوا الباميه خلاص اهي، الرز، الشوربه كله هنغرف بقى. حطيت الصينيه دي عشان احط عليها اطباق الشوربه. بصوا بوريكم كده عشان انا مش هعرف اوريكم على السفره، الاكل هيبقى شكله ايه، فبوريهولكم على البوتاجاز. نغرف بقى كده بعد ما صلينا اهو، هطفي على الشوربه وهنغرف على طول. بصوا بقى لون الشوربه تحفه ازاي، بجد الاكل كله كان الحمد لله الحمد لله طعمه جميل جميل جميل. بصوا بقى انا الشوربه بس هي اللي بغرفها هنا، الباقي الاكل كله انا باخده على السفره واغرف على السفره واحنا قاعدين. بصوا بوريكم بس شكل الرز وادي الشوربه، عشان هنروح بقى نقعد على السفره وناكل. لو الاضاءه حلوه عند السفره كنت خدتكم ووريتكم الاكل وهو على السفره، لكن للاسف الاضاءه هناك وحشه جدا مش هتشوفوا حاجه. ده طاجن الباميه، بس اوريكم الباميايه عامله قد ايه. بصوا شكل الباميه. بسم الله ما شاء الله، كان طعم الاكل تحفه. والسلطه كمان كانت خطيره 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 خطيره. صوره قربي منها. ودلوقتي بقى اسيبكم واشوفكم ان شاء الله في روتين جديد ويوم رمضاني جديد، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي، سلام عليكم.